اسمعوا صوت الطشة. الشيش برك السوري مين منا ما بيحبوه؟ الكبار والصغار بيحبوه. تعب وراحة على القلب والمعدة، ولسه التقلاية بتنشق القلب على الآخر. بهيدا الفيديو عملت لكم أطيب وصفة شيش برك ممكن إنكم تاكلوها بالحياة، وبلس كمان ذكرت لكم كيفية تحضير الحشوة وكيفية تفريز عجينة الشيش برك، وكمان ذكرت سر قوام اللبن الكريمي اللي مستحيل يفرط معكم. فضلا لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصحاب. حاليا خلينا نبلش فورا بطريقة التحضير. لعجينة الشيش برك أنا عندي حوالي 400 جرام طحين أبيض متعدد الاستعمالات، ما في أي مشكلة، أي طحين متوفر عندكم، المهم إنه يكون طحين أبيض. بحب أنخل الطحين قبل ما أشتغل فيه، رح أنخله ونزله بالزبدية. على الطحين رح نزل ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح، حوالي 3 معالق كبار من الزيت النباتي، عندي كوب مي دافي من الحنفية يعني أدفى شوي، ما رح احطه كله، رح شوف العجينة شو بتستهلك وبنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. رح احط شوي ورح اعجن. فيكن تضاعفوا الكمية اذا بتحبوا. اضافة الماء طبعا بتكون بالتدريج حسب احتياج العجينة. بسم الله. هذا قوام العجينة عندي، رح اعجنها هون على الكونتور لحتى تلف معي. ما بده يكون قوام العجينة سميك يعني انه تنشفوه على الاخر، ولا بدها تكون كتير فيها مي، يعني عادي القوام عادي، بس حسيتوه انه لفت معكم خلص. لا صار قوام العجينة عندي ممتاز لحتى تنعم معاكم بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ بزبدية نظيفة، شايفين كيف ملمسها بده يكون كتير ناعم. رح احط عجينتي بقلب الزبدية وبضع قطرات من الزيت، حطبطب على وجهها عشان ما تنشف. هيك بيكون كتير تمام. بالنسبة للعجينة استهلكت عندي كوب المي كامل الا 3 معالق مي كبار. هلا رح اغلف العجينة وريحها نص ساعة ونروح نحضر للحمة. رح نبلش نحضر للحشوة. انا عندي هون نص كيلو لحمة خروف طبعا مفروم، رح نزله بالطواية بهيدا الشكل. رح شغل النار وبلش شوي اقلي اللحمة. كيف كان يا صبايا بعمل لحمة؟ يا خيي كيف برك؟ عم بعمل كيف برك؟ يا روحي يا روحي يا رب ما حط الزبدة يا ماما. هلا بعدين بنحط الزبدة، بس نقلي شوي اللحمة يا ماما. وانا كمان. لا ما يصير جوجو يقرب على الغاز. لا انا ما بعرف الرز. بعد ما قليت اللحمة شوي رح نزل ملعقة كبيرة من الزبدة النباتية، ورح نزل حبة كبيرة من البصل المفروم. رح قلب الزبدة مع اللحمة مع البصل هيدا الشكل، وهلا رح اضيف عليها البهارات. ملعقة صغيرة ممسوحة 7 بهارات، ملعقة صغيرة من الملح، ورح اقلب. حاليا رح اترك اللحمة شوي لحتى تتقلى، وان شاء الله بشوفكم مرحلة تشكيل الشيش برك. هذا شكل اللحمة بعد ما قليتها، شايفين شكلها كيف. حشوة الشيش برك كتير بسيطة، ما بدها ابدا بهارات كتير. انا بحب اشوي الشيش برك شوي بالفرن لحتى ياخد هيك لون خفيف وتنشف العجينة. الصينية اللي بدخلها على الفرن حطيت فيها ورق زبدة، ورح بلش شكل العجين معكم. بسم الله. شوفوا قديش بعد ما ارتاحت صارت طرية وملمسها كتير ناعم. بترشوا سطح الكونتور بالطحين عشان ما تلزق معكم العجينة، ورح بلش هلا شكل معكم العجين بالشوبك.
رح مد العجينة سماكة، لا تكون سميكة ولا تكون رفيعة، سماكة وسط. وخلوا حكم طحين لأنه رح تعتازوا كتير طحين لحتى انكم ترشوا العجينة عشان ما تلزق معكم. هيدا الشكل. هلا حاليا رح بلش اقطعها معكم. فنجان، كاسة، بس بهيدا الحجم ما تكون اكبر لانه الشيش برك حلو شكله يكون صغير. رح بلش اقطع العجينة بهيدا الشكل. هلا هيدا الزايد كله رح اشيله، طبعا اكيد ما رح اتخلص منه، رح استخدمه، ارجع اعجنه وارجع استخدمه. هيدي اشكالهم، شايفين كيف اشكالهم احلاها. هيدا قوام العجينه، لازم ما تكون سميكه ولا تكون رفيعه. طبعا بايدنا بنعمل هيدي الحركه هيك عشان شوي تمد معانا. ورح نجيب الحشوه. كميه الحشوه بتوقع انه ما بتستهلك هاي العجينه حشوه، يعني انتم حرين تحبوا تكتروا، بس يعني لازم تحطوا شوي انه تستوعب شوي العجينه، لانه اكتر من هيك العجينه ابدا ما بتستوعب. هاي الطريقه. وقت انكم تحمروا اللحمه على النار تحمسوها، حاولوا ما تكتروا مواد دهنيه عشان ما يطلع عندكم الزيت وتبلش تفتح معكم العجينه. بهيدي الطريقه نشكلها ونجيب هدول الطرفين هيك ونقفلهم على بعض. هاي الطريقه صار معنا الشيش برك تمام. الصينيه رح نزلها عندي، رح ارجع اعمل معكم كمان شوي من مدة هيك بايدنا. بنحط كمية من الحشوة. شايفين انه هي كتير العجينة صغيرة فما بتستهلك كتير لحمة. حاولوا انكم يعني انكم تسكروها كتير منيح. هي الطريقة ترجعوا تعيدوا عليها دور واثنين وثلاثة عشان تضمنوا انها تسكرت بشكل كتير كامل ومنيح. وهول الطرفين نقربهم على بعض وبنضغط هاي الضغطة هيك. وهيدا شكلهم بعد ما خلصتهم. في شغله بدي لكم اياها، فيكم تفرزوا الشيش برك بهاي المرحله، تحطوه باكياس وتفرزوه بشكل عادي، ووقت بدكم تطلعوه بالفريزر بتطلعوه قبل بوقت لحتى تفك العجينه بتدخلوها الفرن. حاليا رح دخل الصينيه على فرن محمى مسبقا 180 درجه مئويه، رف سلكي بالوسط، حراره سفليه وعلويه. وهذا شكلهم بعد ما حطيتهم 10 دقايق بالفرن. شايفين مجرد بس تنشف العجينة، يعني ما ياخدوا لون، بس تنشف العجينة. هلا خلينا نروح نحضر للبن. طنجرتي نزلت بقلب الطنجرة حوالي نص كيلو لبن، او هو الياغورت او الزبادة. كل كيلو لبن او زبادة او روب بيحتاج ملعقة كبيرة من النشا او اللي هو الكورن فلور عشان ما يفرط معنا. انا حطيت نص كيلو، رح احط ملعقة صغيرة نشا، ورح احط مبدئيا نص ملعقة صغيرة من الملح. رح خفف اللبن، يعني بكاسة لبن سائل، فيكم تحطوا مي. رح اخفقهم على البارد بهيدا الشكل. خطوة كتير ضرورية لحتى اللبن ما يفرط معنا ويطلع قوامه كريمي وحريري وما في تكتلات. بمضرب الشوربة رح اعطيه خفقتين بهيدا الشكل. بسم الله. هيك بيكون كتير تمام. حاليا رح احط الطنجرة على النار وان شاء الله بشوفكم بالمرحلة اللي جاية. حطيت طنجرتي على النار وشغلت الغاز. حاليا رح بلش اخفق باللبن لحتى ياخد عندي اول غلوة. بلش عندي اللبن يغلي. وقت ببلش اللبن يغلي هون رح نسقط حبات الشيش برك. بسم الله. هيدا الشكل. رح اعطيهم تقليبة خفيفة. بدي ورجيكم قوام اللبن. شوفوا قوام اللبن قديشه ناعم لانه خفقناه بالهاند بلندر. وقت تخفقوا اللبن مع النشا بالهاند بلندر او حتى بالخلاط كتير بيعطيكم قوام حلو. شايفين كيف ما شاء الله قوام اللبن؟ ابدا ابدا ما في تكتلات ولا حتى مبرغل.
رح نترك العجين يغلي مع اللبن لحتى يستوي عنا العجين بشكل كامل. ان شاء الله بشوفكم مرحلة التقديم. الشيش برك هون عندي عم يغلي. راس صغير من الثوم رح اضيف عليهم ملعقة كبيرة من الزبدة، رح اضيف كمان ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، ورح اقلي الثوم لحتى شوي يصير عندي لونه هيك شوي مثل على شقار يعني. الله لو تشموا ريحة التقلاية بتشهي، ريحتها كتير كتير حلوة. ما بدنا نحرقها لتصير شوي على شقر. هلا هيك بكون صارت تمام. اسمعوا صوت الطشة. يا سلام لو تشموا الريحة. هلا رح اتركه يغلي 5 دقايق مع التقلاية، وان شاء الله بشوفكم مرحلة التقديم. ولهون فيديو اليوم خلص، ووصفتي لإلكم كمان خلصت. بتمنى تجربوا وصفة الشيش برك على طريقتي، بصراحة يعني أنا متأكدة رح تعجبكم. امشوا على كافة الخطوات والمقادير، ولا تنسوا تخفقوا اللبن بنفس الطريقة يلي خفقتها، رح تاكلوا شيش برك ما رح تنسوا طعمته بالحياة. يلا بشوفكم بفيديو جديد وكمان مع وصفات جديدة، وسلام.